السلام عليكم. كيف الأحوال؟ النهاردة الفيديو بتاعنا على خناقة بين عقلي وبطني. يا بطني. هو العرض من الأعراض اللي احنا بنبدأ نلاحظها علينا في حالة الضغط العصبي والبرن اوت، انه وانا مضغوط وانا مشدود وانا عندي تاسكات كتير عايزه اخلصها وفي حاله تنشن كده، ببدا احس ان معدتي بتتقطع وبطني وقولوني شادد عليا، وبيبدا يظهر الجمله الشهيره بتاعت انا عندي القولون العصبي، انا من كتر ما انا بتشد في شغلي جالي القولون العصبي، انا معدتي دايما تعبانه. في اعراض كتير قوي في المعده بتبدا تظهر والجهاز الهضمي كله. الحاجة اللي احنا بنلاحظها حتى في كلماتنا، وفي حلقة كاملة هتبقى على الكلمات اللي احنا بنستخدمها وازاي هي مربوطة بجهازنا العصبي وجهازنا المناعي. واحدة من الجمل الشهيرة اللي احنا بنبدأ نقولها لما في موقف شديد بنمر بيه وبيسبب لنا ضغوط عصبية، بنبدأ نقول ايه؟ انا الموضوع ده انا مش هضمه، انا الراجل ده انا مش عارف اهضمه، كل ما بشوفه كده بتغاظ في نفسي ومعدتي بتقعد تتقطع. في مصطلحات بنبدأ نستخدمها بتعبر على اللي احنا بنحسه في جسمنا، ودي الأعراض الحقيقية اللي بتبقى موجودة في الجهاز العصبي بتاعنا. يعني هو ده الجهاز الهضمي والجهاز العصبي والجهاز المناعي بتاعنا بيبدأ يعبر عنها في صورة كلمات خارجة مننا. فهو ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة، الخناقة اللي بتحصل بين العقل وبين المعدة وبين الجهاز الهضمي بتاعنا وناتجة من الاسترس. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ اغلب الاعراض اللي احنا بنمر بيها زي ما احنا قلنا، واحده من الاعراض المهمه كانت القولون العصبي اللي ااحنا بنمر بيه، انه دايما بيحصل انقباضات في المعده بتاعتنا، دايما بيحصل او اغلب الظن بقى بيحصل انقباضات في المعده، و الامعاء بتاعتنا بتبقى تعبانه وبيحصل انقباضات مستمره فيها، القولون منتفخ، انا مش قادر، بطني وجعاني، جسمي مشدود، بحس باعراض كتيره قوي في المنطقه بتاعه البطن. طيب هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ اللي بيحصل ان احنا عندنا الميكانيزم بتاع الضغط العصبي، احنا قلناه كذا مره الميكانيزم ده، وهبقى اقوله تاني لو انتم محتاجين ان انا اقوله تاني. اللي بيحصل ان في الميكانيزم ده الدم كله بيبدأ يجري بسرعة يروح على العضلات بتاعتي، ويسيب الانترنال اورجنز او الاعضاء الداخليه من جوه، يبدا يبعت الدم كلها للعضلات. علشان ايه اللي يحصل؟ علشان يحفز الجسم انه يا يهرب من الخطر، يا اما يعمل ايه؟ يا اما يهاجم الخطر ده. فبيبدا يوجه الدم كله لايه؟ للعضلات بتاعتي، عشان يبدا يبقى في موتيفيشن ان انا اخد اكشن ابعد عن الخطر ده. ففي اللحظه دي اللي بيحصل ان الجهاز الهضمي كله ما عندوش دم. دلوقتي الدم ما بيبقاش واصل له خالص، ما بيبقاش فيه اي فلو رايح له. فده بيسبب ان انا لو انا لسه واكل، اللي بيحصل ساعتها ان عمليه الهضم بتبقى ضعيفه جدا، الكونتراكشنز بتاعتها او الانقباضات اللي بتحصل في اللحظه دي بتبقى ممكن تقل وممكن تزيد على حسب بقى اللي هيحصل في الموقف. يعني في اوقات الانقباضات دي بتقل، ففي الاكل بيفضل في المعده، يركن في المعده كده ويبدا يتخمر، ويسبب انه انا ساعتها يبدا يزيد عندي الافرازات بتاعه المعده، فابدا احس بالحموضه والاحتراق اللي في المريء، ومعدتي بتوجعني، ويبدا بعد كده حركه الامعاء ممكن تقل، ويبدا الاكل يبقى متخزن في الامعاء وبيحصل اضطراب في حركه الامعاء، فده بيؤدي ان انا القولون بتاعي ممكن ينتفخ. دي حاجه من الحاجات. او يبدا يسبب ان الانقباضات بتزيد بزياده، يعني دي حاجه من الحاجات بقى، الانقباضات عماله تزيد 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 جامد. فاللي بيحصل ان كتر الانقباض ده انا القولون بتاعي بيبدا يوجعني ويتالم. طيب الانقباضات ممكن تزيد ليه؟ احنا قلنا انه ممكن يحصل ان الاكل يفضل في المعده ويتخمر، ويبدا يحصل انه ال السائل اللي بيبقى في المعده، الحمض اللي بيبقى في المعده الموجود، ال HCl الموجود في المعده بيبدا يزيد، فده بيسبب لي حموضه. او الانقباضات بتزيد. ممكن الانقباضات تبدا تزيد ليه بقى؟ لان عندي هرمونات بتبدا تعلى بتاعه الضغط العصبي، من الميكانيزم بتاع الضغط العصبي الميكانيزم بتاع الضغط العصبي بيبدا يفرز هرمونات. في 2 هرمونز او هرمونين مهمين جدا بيبداوا ياثروا على الجهاز الهضمي بتاعي ويسببوا فيه مشاكل جامده جدا. اول حاجه هرمون ايه؟ هرمون الادرينالين. ايه اللي بيحصل في هرمون الادرينالين؟ هرمون الادرينالين بيبدا يعلى جدا في الجسم نتيجه لحاله الضغط العصبي اللي انا فيه.
فاللي بيحصل في اللحظه دي انه بيبدا يزود انتاج الجلوكوز او السكر في الدم. فاللي بيحصل انه بيبدا يحصل لخبطه واضطراب في معدل السكر في الدم بتاعي. بيبدا ياخد السكر من الكبد ومن الماسلز اللي موجوده ويبدا يفرزها بسرعه في الدم، علشان انا محتاج موتيفيشن، لاني في حاله خطر، ايا كان بقى الخطر ده خطر حقيقي او مش خطر حقيقي. هو مهمته في اللحظه دي الادرينالين انه يعلي لي السكر في الدم، علشان يعمل ايه؟ عشان يديني الموتيفيشن والطاقه اني اهرب يا اهاجم يا ابعد عن الخطر ده باي شكل. فاللي بيحصل في اللحظه دي ان السكر خرج من الكبد ومن العضلات بتاعتي وجري راح في الدم. في اللحظه دي الانسولين بيبدا يتفرز. الانسولين ده الحاجه اللي بيتفرز او الهرمون او الحامل بقى اللي بيتفرز في جسمي علشان يشيل السكر الزياده ويوديه للماسلز علشان تديها الطاقه انها تجري وتاكت. فالانسولين يبدا يتفرز هو كمان وعمال ياخد في السكر. اللي بيحصل ان جسمي في اللحظه دي بيستهلك قدر السكر اللي هو محتاجه، لكن في سكر زياده موجود في الدم. يبدا يعمل ايه بقى؟ يبدا الانسولين ياخده يحوله تاني ويخزنه ويبدأ يتكون دهون. ده السبب ان احنا بنقول ان الاشخاص اللي بتبقى تحت ضغط عصبي شديد بيتخنوا، لانه السكر اللي عمال يضطرب في جسمهم وافرازه بيزيد في جسمهم، لان انت في حاله خطر، فطبيعي انت معدل السكر عمال يضطرب في جسمك كل شويه، فانت عمال السكر يعلى في دمك، فالانسولين ياخده يروح يحوله لدهون. طب الموضوع بيخلص على كده؟ لا. لما السكر الزياده في الدم ده بيعلى والانسولين بياخده يحوله لدهون، اللي بيحصل وقتها ان معدل السكر بتاعك اللي زاد مره واحده نزل مره واحده. فانت تعمل ايه؟ عايز تاخد سكر لان انت كنت مودك كويس واكتف وموتيفيتد وبتاكت وبتخلص، ففي اللحظه دي انت سكرك قل تاني في الدم لانه الانسولين اخده، لانه ده كان زياده في تيار الدم بتاعك فراح حوله لدهون بسرعه. فانت تعمل ايه؟ تدور على اي حاجه بسرعه تموتيفيت ده. فتبدا تدور وتدعبس على ايه؟ تدعبس على كوبايه قهوه، تدعبس على شوكولاتايه، تدعبس على اي حاجه شجري علشان تاخد سكر، فترجع تعلي تاني معدل السكر بتاعك في الدم. فتبدا جسمك تاني يحس بالستريس لانه في جرعه سكر زايده دخلت له مره واحده. فايه اللي حاصل؟ هو اتخض، لانه يعني هو ده مش الطبيعي بتاعه، هو كان متوازن وكان في حاله خطر، وانت كنت حاسس بسبب الموتيفيشن لان معدل السكر في جسمك زاد، بدأ يدخل له سكر تاني علشان ايه اللي يحصل؟ علشان يرجع لحالة الموتيفيشن دي تاني، عشان يبقى مهايبر تاني، عايز يفوق، عايز يخلص، عايز ينجز، فدخلت له جرعة سكر زيادة. بتفضل في السيركل دي طول الوقت، ان انت بتبقى في ستريس، السكر بتاعك يتفرز في الدم، يعلى في الدم، الانسولين يتفرز ياخده يحوله لدهون، تحس ان انت هبطت وطاقتك نزلت تاني وبقى مودك مش تمام. بكره هنتكلم على الاكل والمود، ازاي الاكل بيأثر على المود. تبدا تحس ان الانرجي بتاعتك وقعت لان انت كنت نشيط جدا وعايز تنجز وعايز تخلص. اللي بيحصل انه مجرد ما الانسولين يسحب السكر من الدم بترجع طاقتك تاني تقل. فتعمل ايه؟ تدعبس على اي حاجه تاكلها علشان تعلي السكر فجاه تاني في دمك، وتفضل طالع نازل طالع نازل طالع نازل. فده بيعمل سويتش عندك في المود بتاعك وفي مزاجك العام، وده بيبدا يضاعف الضغط العصبي بتاعك لمرتين. يعني انت جايلك ضغط من بره، انت بدأت كمان تانيشيت وتخلق ضغط من جوه بسبب لخبطة الاكل اللي انت عمال تدخله، لان معدل السكر بتاعك في جسمك ما بقاش متزن. طيب هل الموضوع بيقف على كده؟ للأسف لا. يبدأ فيه هرمون تاني. هرمون ايه؟ الكورتيزون. ده الهرمون التاني اللي بيبدأ يتفرز معانا في حالة الضغط العصبي. مشكلة هرمون الكورتيزون في الضغط العصبي بيبدأ يعلى جامد جدا، فبيبدأ يسبب مشكلة رهيبة في الأمعاء بتاعتنا وفي المعدة. بيبدأ يعمل تآكل في بطانة المعدة وبطانة الأمعاء، فتبقى من الآخر عاملة زي المصفى، انت بتاكل والاكل بيعدي بسرعه، الاكل كانك حاطط الاكل بتاعك في مصفى، لان البطانه بتاعت المعده حصل لها تاكل بسبب زياده هرمون الكورتيزول. فالبطانه دي لما تاكلت بقت عامله زي المصفى، فالاكل يجي يروح داخل مره واحده على ايه؟ على تيار الدم. لما بيخش على تيار الدم من غير ما يمر بعمليه الهضم الكامله، اللي بيحصل حاجتين. اول حاجه سوء في التغذيه، لانه انت جسمك المواد ما اتهضمتش، لان احنا بناكل مواد معقده المفروض انها بتخش على مرحله كامله تبدا تتحلل علشان تبقى مواد ابسط
توصل للماسلز والخلايا بتاعتي تديني الطاقه المطلوبه. اللي حصل ان المواد ما تحللتش لابسط مكوناتها، فما وصلش التغذيه المطلوبه. فدي اول حاجه، سوء تغذيه. الحاجه الاخطر منها بقى الحساسيه اللي احنا بنمر بيها، لان المواد بتخش اجزاء كامله او مايكرو نيوترينتس، وهي مش المفروض انها تبقى بحجم معين. يعني هي المفروض تبقى حجمها صغير قوي، فهي بتبقى داخله بحجم اكبر، جزيئات بتبقى داخله جزيئات. لما تبقى المواد الغذائيه دي تخش التيار الدم بتاعك في صوره جزيئات، مش في صوره مكونات بسيطه قوي، المكونات الابسط اللي المفروض تخش لها، اللي بيحصل في اللحظه دي انها بتبدا تاثر على جهازك العصبي وجهازك المناعي، ويبدا هنا يحصل امراض الحساسيه اللي احنا ما بنبقاش واخدين بالنا. بيقول لك انت عندك حساسيه من الاكله الفلانيه وانت مش فاهم، انا ما حصليش حاجه. الحساسيه هنا بتظهر بعد فتره، يا اما ساعات يا اما تاني يوم، وفي اشكال مختلفه. ممكن الحساسيه دي في انك تلاقي نفسك همدان مش قادر تتحرك. ممكن الحساسيه دي تلاقي ان قولونك مضطرب وعمال انتفاخات وانقباضات وشويه امساك وشويه اسهال وبطنك وجعاك جدا وبتتقطع. ممكن تلاقي نفسك طاقتك واقعه ومش قادر تتحرك. ممكن تلاقي ان انت تمام، شكرا يا حسام، انا بحاول اظبطه والله. بتبدا تلاقي جلدك بدا يبقى حساس اكتر. بدا يبقى حساس اكتر بمعنى ايه؟ انك بدا تهرش، بدا يجيلك التهابات في جسمك، بشرتك مش نضره، طاقتك مش مظبوطه. ففي اعراض كتير قوي بتبدا تظهر، واحنا بنبدا نحطها في حته واحده اللي هو ايه؟ انا قولوني تعبان، انا مش عارف انا اكلت ايه امبارح. في حين ان هو اللي حاصل ان حجم الضغط العصبي اللي انت عمال تمر بيه مبوظ الهرمونات بتاعتك، والهرمونات بتاعتك بدأت تأثر على بطانة المعدة بتاعتك وبطانة الأمعاء بتاعتك، وبدأت تخليها مصفى. فالأكل بدأ يتسرب لتيار الدم بأحجام مش المفروض ان هو يخشها، فبدأ يعمل التهابات في الأعصاب وفي الأنسجة وفي الجهاز المناعي بتاعك، ويقلل من طاقتك. فدي تاني حاجة. فانت عندك هرمون الكورتيزون عمال يعلى، وهرمون الادرينالين عمال يعلى، واللي بيحصل في اللحظه دي انت جسمك معدل السكر في الدم عمال يضطرب، والجهاز الهضمي بتاعك عمال يحصل فيه تآكل. فاللي بيحصل فيه انك عمال تتعب وطاقتك بتقع. تعمل ايه في اللحظه دي عشان توازن نفسك؟ بتبدا تدور على اي حاجه تظبطك، يا اما سكر يا اما كافيين يا اما اي اكل من وجهه نظرك بيحسن مودك ويحسن ادائك في اللحظه دي. بس فعليا اللي انت عمال تعمله ان انت عمال تزود مساحه الخطر، لانك خليت ان الاسترس بتاعك مضروب في 2. الحاجه الاولانيه ان في ستريس جايلك من بره، وانت بدات تزود الاسترس بطبيعه الاكل اللي انت بتاكله. الحاجه الثانيه ان انت بدات تخلي السويتش بتاعك او الابس اند داونز بتاعتك طالعه نازله بسبب ان انت عمال تاكل اكل علشان يظبطك ويريحك، بس انت فعليا عمال ترتاح لفتره مؤقته ومساحه بسيطه من الوقت، لكن بعد كده انت بتضاعف الاعراض اللي انت بتمر بيها. بكره ان شاء الله هنبدا نتكلم على ايه الاكلات اللي بتبدا تحسن المود، وايه الاكلات اللي بتبدا تبوظ المود وتدعم الاسترس وتزود الضغط العصبي اللي بيمر على جسمك وعلى جهازك الهضمي. وكمان هنبدا نقول امتى تاكلوا ايه وتاكلوه ازاي. وخلوني بالمناسبه دي اقول لكم ان احنا عندنا ايفنت ان شاء الله يوم السبت اللي جاي. الايفنت ده الهدف منه ان احنا نبدا نتكلم على ايه الاكلات اللي ينفع ناكلها وايه الاكلات اللي ما ينفعش ناكلها، ايه الاكلات اللي بتسبب امراض وايه الاكلات اللي مش بتسبب امراض. يعني حاجه زي الضغط العصبي اللي احنا كنا بنمر عليه ده، اللي بيحصل لما السكر بتاعي بيزيد في الدم. الشخص اللي عنده سكر الانسولين بتاعه ما بيتفرزش بالقدر الكافي في الدم، فبقى السكر عالي في الدم لانه مش عارف يفرز انسولين كفايه علشان ياخد السكر ده يحوله في الجسم لحاجه تانية او يخزنه. فاللي بيحصل ان انا كمان ممكن اسبب في ان الامراض بتاعتي بتزيد. الاكل بيأثر بحده على المود بتاعي وبيدعم الاسترس بتاعي. طب ازاي ابدا ان انا اخلي الاسترس ده يقل مع الاكل اللي انا باكله؟ ما خليش الاكل اللي جاي لي يعني الاكل اللي باكله يزود الاسترس اللي جاي لي من بره. بالعكس، انا ابدا اكل الاكل اللي يلاشي كمان الاسترس. من ضمن الاكلات دي واللي هقولها لكم ببساطه النهارده ان في حاجه زي الدقيق مثلا بيبدا يعلي الاسترس في المعده، لانه بيزود الاريتيشن او الالتهابات بتاعه القولون وبيساعد على تآكل بطانه المعده دي زياده. طب الدقيق ده داخل في كل اكلنا، طب نعمل ايه؟ البدايل بتاعته
طب نستخدمها ازاي؟ هو ده اللي احنا هنقوله يوم السبت ان شاء الله. ومش بس هكتفي بانه ان انتوا ممكن تشرفونا يوم السبت، لا، في الفيديوز اللي جايه هنبدا نقول لكم ايه الاكل اللي ناكله وناكله ازاي ونعمل ايه. لكن ان شاء الله يوم السبت هيبقى بنتكلم على التغذيه واثرها على الصحه النفسيه وعلى الصحه الجسديه، وازاي ناكل، وازاي حتى من الاكلات الموجوده في حياتنا اليوميه نعمل اكل سليم يحافظ على جسمنا وفي نفس الوقت يلاشي الاسترس اللي جاي لنا من بره. هشير لكم الايفنت عشان تعرفوا اكتر لو تحبوا تشاركونا في اليوم ده. وبكره ان شاء الله هنتكلم على ازاي الاكل بيأثر على المود بتاعنا، سواء بيخليه حلو او بيخليه وحش، وازاي بيأثر على المخ كمان بتاعنا. نشوفكم على خير ونراكم